السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني النهاردة في ذكرى مرور عام على ثورة يناير إني أخاطب الجالية المصرية في بلجيكا، اللي جزء من إنجازات الثورة إن إحنا بقينا نتواصل أكتر معاهم ومع الجاليات الأخرى في كل أنحاء العالم، واللي حسوا كمان إن هم أقدر على المشاركة في المشهد من خلال الانتخابات. مهم قوي ان احنا نوصل لكم انه الامور في مصر ماشيه، وانه كل ثوره ليها توقعات وليها مشكلات وليها انجازات، وانه احنا بخير، وانه محتاجين تتابعونا، لكن ما تقلقوش، لانه يمكن الصوره من بعيد والاعلام لما بينقلها الناس بتقلق وبتحس ان المشهد ربما اكبر مما هو في الواقع. الإعلام هدفه دايما إن هو ينقل الأصل، الصورة الصحيحة، لكن في الغالب بينقل الأخبار المثيرة من أحيانا اعتصامات أو مظاهرات أو مواجهات، لكن على أرض الواقع الأمور بتعدي، وساعات من ساعة لساعة بنشوف يعني بعض الأزمات والاحتكاكات، لكن بعدها بفترة قصيرة بنلاقي الأمور انفرجت، ولا يبقى في ذهن المشاهد للشاشة في الإعلام اللي بتتنقل لكم إلا الشيء اللي كان أكثر إثارة وأكثر صدامية. مصر بتتحرك لقدام، في دروس بتتعلمها كل الأطياف. ما أعتقدش إن إحنا على نفس المسافة من بعض زي ما كنا في بداية الثورة. نوعيا اختلفت العلاقات نتيجة دخول بعد التنافس السياسي وقدرة على تشكيل أحزاب، لكن الميزة الأكبر هي أن الناس أصبحت أكثر حضورا، ويمكن إحنا كنا متوقعين يعني صدامات أعلى في الأيام الثلاثة الأخيرة، كان في بعض الاحتكاكات، كنا متوقعين شارع أهدأ، لكنه في الحقيقة كان أكثر تواصلا مع الميادين المختلفة في محافظات مصر المختلفة. خلال عام الناس أدركت بشكل واضح إنه ما ينفعش تتركز في بؤرة واحدة، وإنها لازم تنشط مش بس في كل الدوائر والمساحات، ولكن أيضا على مستويات مختلفة من الدعم للناس، ومن محاولة طمأنة الجماهير العادية البسيطة، تواصل معها، التعلم منها، الاستماع إليها والإنصات. يدهشنا الشعب جدا طول الوقت، مصر بتدهشنا طول الوقت، بتدينا أجمل ما فيها في اللحظات اللي احنا بنحس فيها إنه يمكن الأمل بيبتدي كده يبعد شوية. سنة مش كتير، سنة يدوب على إن احنا نكون عملنا حاجات كتير شايفين إنها كويسة، وأيضا دروس بنتعلمها وهنتعلمها. المهم هو الحضور، والمهم هو الاستمرار، والمهم هو التواجد والاهتمام اللي ممكن يحول المشهد المصري لمشهد أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة اجتماعية وأكثر كرامة للمواطن العادي. مشاهد صغيرة ممكن تدي إشارات، وقوف سيارة أمن لشباب من ولادنا من السلفيين عند معرض الكتابي وما كان فيه مطرة، وقالوا لهم احنا في خدمة الشعب، تعالوا نوصلكم. مش بالضرورة ده يكون هيتكرر كتير، ولا هو بالضرورة التقاليد الجديدة، ولكن مشهد من المشاهد الصغيرة. إحساس الناس العادية إنها من حقها تشارك في مسيرة ممكن ما تكملش المسيرة للآخر، لكن هو حس إن هو لما اتقال له يا أهلينا انضموا لينا، لبس ونزل وانضم للمسيرة لحد آخر الشارع. جهود الشباب في إن هم يوضحوا وجهة نظرهم في الشوارع وفي الميادين، مقابل مزيد من يعني الاستخدام لبعض الرؤى أو التصورات الأكثر حدة، مقابل كده سلاسل مصرنا بتتحرك في الشوارع وبتجمع ناس بتمتد على مسافات طويلة جدا، حملة لافتات بتقول إن احنا مش هنسكت عن حقوق شايفين إنها لسه لم تحصل. أوضاع اقتصادية فيها أزمة، لكن في مقابل ده المصريين بيحاولوا إن هم يشاركوا من كل أنحاء العالم في الدعم وفي الداخل بالعمل وبابتداع وابتكار وسائل جديدة لدعم التنمية المحلية. ففي حاجات كتيرة قوي بتحصل، بصوا عليها، مش كلها بنقدر ان احنا نوصلها من خلال الإعلام نتيجة طبيعة الإعلام المعاصر، لكن يعني زيارات قصيرة كلما أصبح ذلك ممكنا هتوضح الصورة أكتر، وهتدعمنا إحنا أيضا لما نحس إن الناس متابعة، لأن ده بيحسس اللي جوه بمسؤولية تجاه اللي بره، والعكس صحيح.
الناس شوية بتتحفظ هنا على كلمة كل سنة وانتم طيبين، لأنهم بيقولوا احنا مش بنحتفل لأنه قدامنا حاجات كتيرة لم تتحقق ومصرين على استكمالها. ولكن هي الاحتفال أو الاحتفاء هو بالإنجاز الأول بالثورة اللي قامت وبالشعب اللي ضحى، واحتفال بفخر بالشهداء اللي قدموا وما خافوش، شباب واعد جميل تقدم في لحظات تأخر فيها ناس تانية، ويظل حزب الكنبة هو الغالبية التي نحترمها. الحزب ده مش خامل زي ما كان من سنة فاتت، لا بينزل وبيتكلم وبيتحرك وبيعبر. مصر بتتولد كل يوم ميلاد جديد، واعتقد ان الامل والتفاؤل هو اللي المفروض يكون يعني سائد. مشوارنا طويل، فلانه طويل ما ينفعش يبقى نفسنا قصير. بشكركم على دعوتي للكلام معاكم النهارده، واتمنى لكم يوم كله حب وكله اصرار وكله عزيمه وكله احساس بالمسؤوليه تجاه الوطن، ونقل للحب للوطن الأجيال الأصغر اللي يمكن بتشوف الوطن على مسافات أبعد وأقصر، لكن مهم قوي إن هم يشعروا إن هم بينتموا لوطن يفخر الآن بكل ماضيه، ولكنه أيضا يفخر بالحاضر الذي يصنعه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.